انا مامتك، حقي ادعي عليكي. لا يا امي، مش حقك تدعي عليا. انا مامتك، اهجرك واطردك وامشيكي واعذبك وانتي شرط تبريني. لا يا امي، مش من حقك ان انتي حقك تعملي اي حاجة، بس واجب عليكي ان انتي تبريني. هل حق اي ام ان هي تدعي على عيالها وتشهر بيهم وتسمع بيهم وتعمل اكاونت على النت باسم لأولادها، سواء عقاد سواء هل ليكي الحق لده؟ لا يا أمي، انت ملكيش الحق لده. حتى لو انتوا عاقيني فعلا، حتى لو احنا عاقينك فعلا، ملكيش الحق لده. ادعي لنا ربنا يهدينا. ادعي لنا يا أمي ربنا يهدينا. هي دي قصة النهاردة يا جماعة. الأم والأولاد صاحية، عيالي عملوا فيا، عيالي خلوا فيا، مش بيبروني، مش بيراعوا ربنا فيا. طب انت فين بقية القصة؟ وحتى لو ليكي الحق، فين دعاكي ليهم بالهداية؟ اللي هم بيعملوه فيكي حتى لو حقيقي ملوش اي حق انك انت تدعي عليهم او تشهري بيهم او تتشهري على حسابهم. ان انا اعمل حساب واسمي نفسي ام العقاد او ام معرفش ايه. ملكيش اي الحق حتى لو هم فعلا مقاطعينك وجاحدين عليكي. فما بالك بقى لو في جزء تاني من الصورة انتي مش قايلاه.